الناس اللي كانت بتقول ان انا رحت النادي الاهلي وان انا خاين ومش كده، انا يعني انا مش خاين. انا بصوا يا اخوانا، يعني تعالوا نحسب. انا هروح النادي الاهلي هفرح، لا يعني هفرح بتاع 70 مليون، ده لو ما كنتش اخطأت في العدد يعني. انما انا يعني هفرح 70 مليون ولا ازعل 360 بني ادم؟ نادي الزمالك كلهم 360 بني ادم بالاعضاء اللي بيشجعوا النادي، وهو 360 ولا 360 واحد ولا 70 مليون؟ 70 مليون طبعا افرح 70 مليون. فيعني انا راجل يعني حسبتها فطلعت هي كده. شكرا. وهيخلص. عشان اقول لحضراتكم ان الموضوع بقى احترافيه. قبل جلسه زمالك ممكن تكون في جلسه او جلستين تموا في حتت اخرى، ولكن حتى الان مفيش ارتباط رسمي، يعني مفيش حد مضى في حته. واضح ان خلال ساعات، لان تصريحات من داخل معسكر والد زيزو ان المشهد الاخير في ال 24 ساعه جايين لنادي الزمالك، خلصت ما خلصتش، خلصت انا ممكن اكون رايح حته ثانيه امضي. والاخبار دي كلها اكيد هو والد زيزو هو اللي بيصرح بيها، لان هي في النهايه على فكره هو ده جزء برضه من الشغلانه، يعني هو ده جزء من موضوعه. وستيل بقول ان ده حقه، ابنه استثمر فيه كتير، هو عايز له افضل حاجه، وده على فكره حقه جدا. واللي هيقدر يوصل لديل كويس هو اللي هيحصل على خدماته. الاحتراف بقى كده، الاحتراف بقى توفير سيوله كبيره ان انا اخلص ديل، ما بقاش انتماء ولا بقى قصه ولا بقى موضوع. عشان بس اشرح للجمهور القصه، زيزو لعيب كبير الحقيقه ويستاهل، وبيشغل على نفسه بشكل كويس جدا، ووالده بيدور له على اكبر دخل مادي، وهو حقه برضه لان هو ملخص الصراع بتاع زيزو ده: اديني اجري تلاقيني بجري. معاك فلوس تحضن تبوس تكسب كؤوس، معاكش فلوس منحوس منحوس.